وما يعلم جنود ربك إلا هو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تزداد المخاوف في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب إعصار ميلتون الخطير، حيث يواجه ملايين الأمريكيين تصادم كارثي محتمل على طول الساحل الغربي لفلوريدا، مما دفع الملايين من السكان إلى النزوح من منازلهم في هذه الولاية. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن السلطات حثت أكثر من 5.5 مليون شخص على مغادرة الساحل الغربي لفلوريدا، وهي واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في تاريخ الولاية. تخيلوا كمية الرعب والذعر بين المواطنين الأمريكيين، وإزاي 5.5 مليون بني آدم هيسيبوا بلادهم وموطنهم ويجلوا الأماكن دي بعد أنباء ظهور هذا الإعصار المدمر. سبحان الله العظيم، له في خلقه شؤون، سبحان الله وبحمده. وطبقا لوكالات أنباء، احتمال حدوث دمار شامل وواسع النطاق بعد تجنب الضربات المباشرة من الأعاصير الكبرى لأكثر من قرن من الزمان. وتوقع المركز الوطني للأعاصير أن تضعف العاصفة ميلتون التي كانت من الفئة الخامسة خلال معظم اقترابها، لكنها ستظل إعصارا كبيرا عندما تصل إلى اليابسة في وقت متأخر من اليوم الأربعاء. وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تحتفظ العاصفة بقوة الإعصار أثناء عبورها وسط فلوريدا يوم الخميس في مسار شرقي نحو المحيط الأطلسي. ظل المسار الدقيق للإعصار غير مؤكد، حيث دفع خبراء الأرصاد الجوية مساء الثلاثاء مساره المتوقع إلى الجنوب قليلا من تامبا. وأصدرت السلطات أوامر إخلاء إلزامية في مقاطعة فلوريدا التي يبلغ مجموع سكانها أكثر من 5.5 مليون شخص. الأعداد دي مش كلامنا احنا، ده وفقا لتقديرات مكتب الإحصاء الأمريكي. وحذر المسؤولون من أن أي شخص يبقى في الخلف يجب أن يدافع عن نفسه، حيث لا يتوقع من المستجيبين الأوائل المخاطرة بحياتهم في محاولة الإنقاذ في ذروة هذه العاصفة. كمان بتحذر السلطات الأمريكية من الإعصار الذي تحول إلى الدرجة الخامسة من الخطورة، وقد يصل إلى الدرجة السادسة، وهو أخطر إعصار منذ 100 عام على الولايات المتحدة الأمريكية. يبلغ سرعته 300 كيلو متر، وهو أقوى إعصار يسجل في العالم. أكبر إعصار في تاريخ الولايات المتحدة يضرب ولاية فلوريدا، والآن الدور أصبح على ولاية فلوريدا الأمريكية. الوضع بلغ من الخطورة أن حاكمة ولاية فلوريدا أمرت بإخلاء الولايات بشكل كامل. الإعصار يقترب من ولاية فلوريدا وأيضا ولايات أخرى، ويتم إجلاء وتحذير ملايين من السكان وسط ذهول السلطات من قوة الإعصار التي لم تكن متوقعة إطلاقا، والتي رفعت مستوى الأمواج وتدمر كل ما تجده في طريقها. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله سبحان الله. الأعاصير دي مش مجرد ريح قوية كده والسلام، الموضوع أكبر بكتير. إعصار زي ميلتون ده يعتبر من الفئة الخامسة، وبيعد من أخطر الأعاصير اللي تضرب أمريكا في خلال 100 عام. تخيل إن الرياح فيها ممكن توصل لأكتر من 250 كيلو متر في الساعة. ده يعني دي الرياح دي تقدر تشيل كل حاجة في طريقها، سواء أشجار أو بيوت، وأحيانا ممكن توصل إنها ترفع العربيات من على الأرض. ولو عايزين تعرفوا الإعصار بيتكون إزاي، الإعصار بيبدأ لما بيحصل فرق كبير في درجات الحرارة بين البحر والجو. المياه السخنة بتتصاعد وبتبتدي تعمل دوامة هواء ضخمة، ومع وجود الظروف المناسبة بتتحول الدوامة دي لإعصار مدمر. وربنا يلطف بينا، وربنا يلطف بينا وبعباده يا رب العالمين. أما من الناحية بقى الربانية فالله أعلم، له في خلقه شؤون، وهي حكمة وعبرة لمن يعتبر ومن يتعظ. جند من جنود الله سبحانه وتعالى يضرب أمريكا اليوم وغدا. فسبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ربنا يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. ما تنسوش لايك للفيديو واشتركوا في القناة، فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.